أحمد بن عبد الله المهدي المنتظر. ولدت في حي العكاري بالرباط في 12 يوليو 1999. أنا كنت قبل هذه الحياة السادسة، يعني مباشرة قبلها، محمد بن الحسن العسكري الذي تعرفه الشيعة قصته جيدا، ولا زالوا ينتظرونه أو ينتظرون خروجه من سرداب بسامراء بالعراق. أنا هو ذاك الشخص. وقبل ذلك كنت محمد رسول الله الذي أنزل الله عز وجل عليه القرآن العظيم. وقبل ذلك كنت مريم بنت عمران والدة المسيح عيسى حينما ينزل من السماء قريبا على المنارة الشرقية بالجامع الأموي قبل هذا الوقت بعامين. وقبل أن كنت مريم كنت حواء أم البشرية، وقبل حواء كنت أول مخلوق حي في الوجود. خلقنا الله عز وجل من نور وجهه الكريم كأنثى، فسماني أنثى لأنني عندما خرجت من المرآة التي خلقها الله عز وجل وخلقني فيها، خرجت من المرآة فقال لي الله عز وجل: من أنت؟ قلت له: أنا أنت، فسماني أنثى. كنت قبل خلق آدم بأزيد من 37 مليار سنة من سنين الآخرة. نعم، لذلك أقسم الله عز وجل بعمري فقال: لعمرك إنه لفي سكرتهم يعمهون. أزيد من 37 مليار من سنين الآخرة كنت مع الله عز وجل وحده. كنت معه في جنة خاصة خلقها قبل خلق السماوات والأرض بملايير السنين. وأشهد أني سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض، وأشهد أني كل حدث عظيم خلقه سبحانه وتعالى، ومن ضمن هذه الأحداث هلاك الأمم الماضية، أي حدث يجعل الله عز وجل أشهد عليه، لأن أنا محمد رسول الله. ماذا عسى أن أقول لكم غير هذا؟ نعم، خرجت ليلة القدر من عام 1443 هجري موافق لأواخر أبريل من عام 2022 ميلادي. ثم خرجت مرة أخرى بماسة، بشاطئ ماسة، وهو يوجد جنوب مدينة أكادير المغربية. خرجت مرة أخرى في نهار عاشوراء من سنة 1444 هجري أو هجرية، سنة 1444 هجرية. ثم خرجت مرة ثالثة وأخيرة من مسجد القدوس بحي الفوارات بالقنيطرة في ليلة قدر أخرى، لأن هناك 5 ليالي قدر. هناك ليلة قدر معروفة في رمضان، وليلة أخرى توجد في ليلة 27 من الأشهر الحرم. يعني كلها في ليلة 27، لأن إذا قرأتم سورة القدر ستجدون كلمة هي، كلمات سورة القدر 3 بعدد أيام الشهر، وهي سلام هي حتى مطلع الفجر، هي توجد في 27. كل هذه 5 ليالي من ليلة القدر توجد في ليلة 27 من الأشهر الحرم، بالإضافة 5 ليالي من ليلة القدر توجد في ليلة 27 من الأشهر الحرم، بالإضافة إلى شهر رمضان. خرجت صافي. إذا خرجت أنا أصلي مصري من مدينة إسكندرية. أنا المهدي ملك العالم، بعد قليل سأتولى ملك العالم. أنا الآن أنثى بعد أن كنت ذكرا، حقق لي الله عز وجل كل الأماني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.